السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في اليوم السابع مع المسألة الثالثة والاخيرة في التطبيق على الاري. طبقنا على المابينج في الاري، طبقنا على الفلتر في الاري، هنطبق النهاردة على الريديوسر. قبل ما نبدأ في السؤال حابب افكر نفسي اللي احنا في رمضان. رمضان شهر عتق من النار، فاتمنى ان احنا كلنا نجتهد عشان ان شاء الله نكون من عتقاء ربنا في شهر رمضان. نبدأ في مسألة النهاردة. بيقول لك اللي احنا هيجي لك array، هيجي لك reducer function، هيجي لك initial value. تمام زي ما جاي لي هنا كده. مفروض اللي احنا نعمل ايه؟ مفروض اللي انت كل مرة هتبعت للفانكشن، الفانكشن دي هتبعت لها الانت، هتبعت لها النمس اوف الاي، بعد كده هتبعت الفاليو. ايه الفاليو هنا؟ الفاليو دي اللي هي الريتيرن اللي جاي في الاري. خلينا افهمها لكم هنا. المفروض اللي احنا عندي فانكشن دي ريديوسر فانكشن، بتاخد مني ايه؟ بتاخد حاجه اسمها الفاليو، وبتاخد مني الاليمنت الحالي اللي في الاري، الكرنت اليمنت اللي في الاري. تمام، الكرنت اليمنت في الاري. تمام، بعد كده بترجع لي ايه؟ بترجع لي الريتيرن، بتعمل ريتيرن، بتعمل اوبريشن معينه وبترجع لي ايه؟ الريزلت بتاعي. الريزلت دون بروح جاي واخده وداخل على الفانكشن دي تاني الفانكشن دي اروح جاي داخل عليها تاني كده، ومديها الريزلت اللي هو رجع دون، واديها الاليمنت اللي عليه الدور، تروح جاي مرجع لي الريزلت، وهكذا. الريديوسر ده بيعمل ايه؟ الريديوسر فانكشن دي بتعمل ايه؟ بتاخد مني حاجه اسمها accumulative او التراكمي ده اللي ببدا اجمع عليه. التراكمي ده لازم بديله انيشال فاليو ايا كان بقى الفاليو اللي اديها سواء 0 10 100 1 ايا كان، وبقول له وبديله الكرنت فاليو اللي هو الاليمنت الحالي، وهو بيعمل اوبريشن معينه وبيعمل لي ريتيرن في الاخر للريزلت. فمثلا لو جينا في اول كيس عندنا هنلاقي عندنا اري 1 2 3 4. عندنا فانكشن ريديوسر فانكشن. الريديوسر فانكشن بتعمل ايه؟ بتاخد حاجه اسمها accumulative. الاكيوميوليتيف دون اللي هو التراكمي اللي هبدا اجمع فيه، يعتبر فاريبل بجمع فيه، وبتاخد الكرنت وبتعمل ايه؟ ريتيرن للاكيوميوليتيف بلس الكرنت، بتجمع الاكيوميوليتيف على الكرنت الحالي. فنلاقي اول مره الانت بصفر، تمام، والنمس اوف الزيرو بكام؟ بواحد، تدينا واحد. تمام، بعد كده الاكيوميوليتيف بقى بكام دلوقتي؟ بقى بواحد، بساوي الاكيوميوليتيف بالريتيرن اللي طالع اللي راجع من الفانكشن. تمام، فبعد كده بقى بواحد مع النمس اوف الواحد بكام؟ باتنين، واحد زائد اتنين تلاته، وهكذا. نلاقي في الاخر ريتيرن 10. طيب ممكن الفانكشن بتاعت الريديوسر دي تختلف؟ ممكن ما تكونش جمع، ممكن تكون ايه؟ accumulative بلس current في current. يعني ايا كان البروسيسنج او البروسيس اللي هتحصل هنا، الريتيرن اللي بيرجع انا باجي اساوي الاكيوميليتيف بيه تاني. تمام، طب اول مره هيبقى الاكيوميليتيف بكام؟ هيبقى بالانيشال فاليو اللي هو بعتها لي هنا. تمام، فخلينا نبدا نحل السؤال. انا عاوز اقول له وليكن انا عندي الفاليو او الاكيوميليتيف بتاعي اول مره هيكون بالانت. تمام، بعد كده انا عاوز كل مره اديله ايه؟ الاكيوميليتيف دون، واديله الاليمنت بتاعت الاري، اليمنت يعني او الاليمنت تاني اليمنت، وهكذا. فانا كده محتاج ايه؟ محتاج امشي فور لوب، اعمل ليت اي ايكوال 0 واي اصغر من النمس دوت اللينس، والاي بلس بلس. تمام، طيب بعد كده انا عاوز ايه؟ انا عاوز الفانكشن دي اديلها كل مره الاكيوميليتيف بتاعي، واديلها النمس اوف الاي اللي هو الاليمنت الحالي من الاري. طيب هو انا مش محتاج كل مره الاكيوميليتيف يساوي الريتيرن اللي طالع اللي راجع من فانكشن؟ قال لك قال لك خلاص، يبقى نيجي هنا نخلي الاكيوميليتيف بيساوي الريتيرن اللي طالع من الفانكشن كده. يبقى هو كل مره الفانكشن دي هتريتيرن فاليو، هتروح جاي مديها الاكيوميليتيف، يجي في اللوب اللي بعديها يروح جاي ايه؟ الاكيوميليتيف مثلا وليكن بخمسه، وليكن الاكيوميليتيف دلوقتي بقى بخمسه، يجي في اللوب اللي بعديها يروح جاي حاطط هنا خمسه، ماشي خمسه، ويعمل العمليه بتاعته. مثلا الاكيوميليتيف دلوقتي بقى مثلا بستة، بقى بعشرة، او ايا كان، يروح جاي عامل ايه؟ يروح جاي واخد الاكيوميليتيف بتاعي ومديه للفانكشن تاني، وهكذا لحد ما يخلص الاليمنتس اللي في الاري. بعد كده محتاج ايه في الاخر؟ تريتيرن، تعمل ريتيرن للاكيوميليتيف ده بتاعي. تمام، هكذا. فهنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونرن. تمام، صمت.
تمام اكسبتد الحمد لله. احنا كده انتهينا من المسألة التالتة في تطبيق على الاري. لو ما فهمتش المسألة ممكن تعمل سيرش زي ما انا قلت قبل كده اكتر من مرة. لو عندك اي استفسار تقدر تكلمني. اتمنى اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.